بدي اناقشك بهذا الحديث اللي عم تحكي فيه. من وين وشنو اسمك؟ من لبنان. شنو اسمك؟ محمود. محمود. انت قبل قليل اللي اتصلت وما قبلت تذكر من وين، صح؟ ايوه. فعلمت نفسك، راجعت نفسك وشفت نفسك غلطان. لازم كلمة الحق تقال. اي، شنو هي كلمة الحق؟ حديث يقول. لا دقيقة، انت قبل قليل اتصلت قلت لك من وين وشنو اسمك؟ قلت لي ما اقول، عدتها عليك مرة مرتين، بعدين قلت لك روح راجع نفسك لان هذا الشيء غلط مو صحيح. الان اتصلت تذكر اسمك ومن وين. جيد، ما دام تخضع فهذا الشيء زين، خليناك تخضع. ما تتركني احكي. يلا تفضل. محمود من لبنان، من ابناء عائشة، صح؟ يا عيني عليك. حديث يقول. محمود من ابناء عائشة، صح؟ دقيقة. محمود من ابناء عائشة، صح؟ من ابناء ادم. محمود من ابناء عائشة اللي قبل قليل كان يقول انا ما اقول اسمي ولا من وين. محمود من لبنان. محمود من لبنان، بس احب اقول للجمهور محمود من لبنان. تفضل محمود. طيب خير ان شاء الله. تفضل محمود من لبنان، تفضل. ان رجلا نزل بعائشة فاصبح يغسل ثوبه. مبروك. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رايته. مبروك. مضبوط. اي، وين هذا الحديث؟ وين هذا الحديث محمود؟ يا الله قاطعني. ما نقاطعك، لا. آداب الحديث عدم المقاطعة. مو مقاطعة، جاي أسألك أقول لك وين هذا الحديث؟ اسمع يا أديب، خطوة. يا تفضل. فإن لم ترى نضحت حوله. نضحت حوله. رأيتني أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب، وفي حديث ثاني كمان رواية تقول عن عائشة قالت كنت أطلقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي عائشة أم المؤمنين، هذه أول شغل. المصدر صحيح ومسلم، مظبوط؟ جيد. طيب، والصفحة والرقم 208. ما نحتاج، خلاص صحيح مسلم وذكرت الرواية. تفضل اشرح، يلا تفضل اشرح مقطع. بدنا نوصل على الشرح. مقطع. جيد. تمام. تفضل. كنت نازلا على عائشة. طب أول شيء أنت تعرف مين اللي كان نازل على عائشة؟ لا، كنت نازلا هذا عبد الله بن شهاب الخولاني. خلينا بأن رجلا نزل بعائشة يا بطل، دير بالك. 100%. اي 100%. دير بالك. صح. فيقول كنت نازلا. لا على عائشة. لا، مو هاي. إن رجلا نزل بعائشة، هاي كنت نازلا، هذا واحد ثاني جايين إن شاء الله. هذا هسه هذا. طب أنت من وين جبت واحد ثاني؟ هذا شوف، طلع لي الحديث الصحيح. واحد ثاني بعدين راح أبين لك. هذا همام، هذا عمك همام النخعي، هذا اللي هو كان نازل. هذيك الرواية عن علقمة والأسود اللي هم شافوا ضيف. فتفضل اقرأ ذيك الرواية لو سمحت. تفضل. يا ابن الحلال، انت هلا عم تقول وتقول وكان وصار. يا اخي ليش عم تفوت حالك لحظات؟ ليش؟ اخانك لا تتعبني لو سمحت. انت قبل قليل قرأت ان رجلا نزل بعائشة. تفضل اشرح هاي الرواية، تفضل. لا تظل تطفر بالروايات، تفضل. ليش بدك تثبت شيء منه موجود؟ ليش؟ تفضل اقرأ الرواية. انت مو قرأت الرواية، تفضل اشرحها. يعني يا اخي اسمع. ليه بتقاطعني؟ يا الله. رجل تقول راح ارجع عندك الحديث الاول. لا، اي ان رجلا يغسل ثوبه. فاصبح يغسل ثوب. تمام. طيب، انت من وين اجاك الحكم انه هو يغسل ثوبه لانه فعل ما فعل حسب زعمك انت؟ انا الان ما قال، احنا جايين. خلي اشرح نقطة. ان رجلا نزل بعائشة، اشرح هاي لو سمحت، تفضل. لا تطفر للنص. هلا انا سؤال اسالك بالعمليه سؤال عادي لو سمحت. انت شبيك بابا؟ شو مو طبيعي؟ انت تحتاج اعادة ضبط. شلون هذا الجهاز مرات يخربط، يحتاج اعادة ضبط مصنع. شبيك بابا؟ شبيك؟ مرة منا مرة تذكر لي رواية وتروح تشرح لي رواية ثانية. شبيك مو طبيعي. ليش مرتبك؟ ليش؟ ركز. اهدى. اشرح الرواية اللي انت قريتها ان رجلا نزل بعائشة. تفضل. على احد من اقاربك او اذا نزلت عليك. انت الان جاي يعني انه اني فعلت معك ما يذكر. انت الان جاي تشرح الرواية؟ اشرح الرواية اكيد. طيب، يعني الان بدأت تشرح ان رجلا نزل بعائشة، صح؟
نزل بعائشة. طيب أي زارها، نزل أي زارها. إذا طيب إذا كنت بتعرف أنت. نعم أعرف كل زين، أعرف وجايك الكبسة موجودة. طيب تمام. إن رجلا نزل بعائشة أي أنه زارها، صح؟ زارها. طيب نعم. صار زارها. دقيقة، وين زارها؟ زارها وين؟ دقيقة، زارها وين؟ أصبح يغسل. لا دقيقة عفوا، زارها وين؟ زارها وين؟ يا أخي في 100 مطرح يزورها فيها. شلون؟ في 100 محل واحد يزور ستنا عائشة. أنت لو كنت أنت إذا بدك تيجي تزورني وين بتزورني؟ يعني احنا نعرف عائشة ما عندها دكان الناس تجي بيه، اكيد يرجون لبيتها. تمام. اجاها البيت يا اي اخي. نفترض بس ما انت عم اي لا ما نفترض الا اذا عائشة عندها دكان تستقبل به الناس، انت اختار بكيفك. ماشي يا الله. شو تريد؟ إيه؟ دكان لو بيت؟ يا اخي قول دكان. ماشي. يعني عندها دكان تستقبل الناس، ماكو هذا الشيء. هذا الزيادة، هذا بهارات من عندك. تفضل انت. والله انا ماشي معك. لا ما تمشي معي، انا جاي معك. لا، من تقول شيء لازم تقول شيء قبل العقل. والله مبسوط، عم بتضحك واخر رواق. اي خلك مبسوط، احنا مبسوطين. طيب. عنده دكان، هذا كذب من جنابك الكريم. نزل في بيتها، صح؟ يا اخي نزل في بيتها. إيه؟ جيد، نزل في بيتها. طيب يا اهلا ومرحبا، كل هلا بي. تمام. سوى الانسان اللي نزل ببيتها ما حيجيها من اخر الدنيا لحتى ينزل ببيتها، لحتى يفعل ما فعله على زعمك. وفي حواليها رجال ذكرهم الله بالقرآن الكريم. شلون؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اكو حواليها رجال الله ذكرهم بالقرآن، منهم هذول؟ اكيد منهم هذول؟ الصحابة. الله قال هذول الصحابة يعني دائما حول عائشة؟ ما ضروري يكون دائما حولها، بس هذه زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما بده يجي بس احنا الان نتكلم عن رجل دخل لبيت امرأة، مو معنى الصحابة كلهم 200,000 صحابة ببيت عائشة. انت شنو جاي تحكي؟ الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. ليش عم تناقض حالك يا اخي؟ انت قاعد تتكلم كلام مو منطقي. ليش عم تناقض حالك؟ انت تتكلم كلام مو منطقي، تقول لي الصحابة كلهم عند عائشة، شلون؟ عمل. ليش انا بحكيك بميلة انت تفوت بميلة ثانية؟ خليك امشي دغري. ما انا ماشي معك دغري، انا ماشي دغري، بس انت تقول كلام مو طبيعي، يعني ما ادري انت من وين تجيب كلام، ما جاي اعرف. تعرف ليه ما بدي اقنعك الكلام؟ لانه الكلام هذا المنطقي، لانك انت ضد المنطق. زين انا ضد المنطق، كمل تفضل. انت انسان ضد المنطق. الان هو رجل نزل بعائشه، ماكو البيت برجال، طير جيد، بطيرهم لو سمحت، لا تحط من عندك. طيب وما اعلمك انه البيت لم يكن به رجال؟ ما اعلمني البيت لم يكن به رجال. ايه ما اعلمك. لو كان فيه رجال لعلموه. اشياء يا اخي. لسمعك شغله. هي شو علمته؟ هي شو علمته ستنا عائشه؟ ايه شو علمته؟ اي شو علمته يمك هي؟ شو علمته؟ يعني بدينا على ابو شكلك. مهم علمته كيف يغسل ثوبه. علمته كيف يغسل ثوبه وذكرت له كيف هي غسلته لرسول. علمته مو مشكلة، علمته كيف يغسل ثوبه بعدما رأته ما يفعل. علمته كيف يغسل ثوبه وذكرت له كيف غسلته لرسول الله. صح ولا لا؟ جيد. علمته يغسل ثوبه بعدما رأته يفعل ماذا؟ لا يفعل. بعدما رأته يغسله. علمته يغسل ثوبه، يغسله من ماذا؟ بعدما رأته يغسله من مني. من مني، شلون عرفت؟
شلون عرفت؟ شافته عم يغسل، قالت له ماذا تفعل؟ فقال لها ما يفعل. شافته يعني كانت معاه هي بالغرفة، ثوبه. هي كانت معاه بالغرفة. يمكن شافته يغسل، يمكن هي طلعت من الدار شافته يغسل الثوب برا الدار، يمكن شافته يغسل الدار بشي مطبخ، سألته ماذا تفعل؟ فقال لا ما لا أفعل. فقال هذه بهارات، لا بهارات. سألته ماذا تفعل، هذه بهارات. ما سأله، ما سألته، هي عرفت مباشرة. انت شو اسمك انت؟ ما عليك باسمي، هي عرفت. انت لا تضيف عبارات من عندك لو سمحت. انت الآن تقول ان الرجل كان يغسل ملابسه وهي قالت له شو عم تعمل؟ قال لها عم بغسل ملابسي. هذا من عندك. هي عرفت. هي شلون عرفت؟ رأته يغسل ملابسه. طيب يغسلهم من التراب، من العرق، يغسلهم يجددهم. يا اخي سألته شو عم تعمل؟ سألت ماذا تفعل؟ سألته بهارات من عندك ما موجودة بالرواية. بهارات من عندك. طب شوف اقول لك شغله. لا كل حديث لا الرواية ماكو فيها فقالت له لو سمحت، ماكو. ماشي. هذه بهارات من عندك. بهارات من عندي، كل حديث وله تفسيره. اذا احنا بدنا نعتمد على تفسير واحد مثل التفسير الغبي تبعك ما حتوصل لنتيجه، راح توصل لانه مسلم بصحيحه كان ضد زوجة الرسول اصلا، كان ضد الرسول. مزبوط ولا لا؟ كيفك ماذا شو تقول انت؟ عم بقول لك كل حديث وله تفسير. اي تفسير بدون بهارات، مو تحط لي اضافات من عندك. بدون بهارات. طيب لو قلنا اليوم يعني انت الان هذه الرواية ادخلت بها رجال وما كانوا كرجال، ادخلت بها سؤال وجواب وما بها سؤال وجواب، ما يصير. ارحم عقلي لو سمحت، ارحم عقلي. الرواية واضحة، تفسر بطريقة منطقية غير قابلة للزيادات. قبلك هم اتصلوا ناس كانوا يحطون جارية، رغما عن الرواية يحطون جارية. لا إلا شو جارية يا عمي؟ ماكو جارية. لا في جارية، والجارية هي شافته وبلغت عائشة. ما في جارية. انت الآن من غير صنف، انت الآن تقول لا هو سألها وهي سألته وشافته عم يغسل ملابسه. وش حكى؟ الرواية واضحة، رجل مجنب، عائشة شافته قالت له افرك لا تغسل. واضح. إلا إذا رواية متشابهة مبهمة. انت عم تفسر الكلام كحروف. كحروف. تفسر الكلام كحروف. جيد. يعني نحتاج هؤلاء اللي يقرون الكيف وما ادري يقرون فنجان، هالسوالف هاي مو والله هو اذا تحتاجهم انت تحتاجهم اشياء شخصيه، لكن غير هيك احنا ما نحتاج. لا والله حتى يعرفون انه هذا الرجال كان يسوي بيت عائشه. يا اخي مو احنا دائما نفسر الحروف نفسر شنو؟ طب ليه ما تسمع؟ اسمع، طول بالك واسمع. كل حديث وله تفسير، صحيح او لا؟ له تفسير بشرط ان لا يتعدى تفسيره ما موجود فيه. طيب اذا قلنا اليوم الجنه تحت اقدام الامهات، هذا دخلنا بالغيبيات. طيب بشو دخلنا؟ دخلنا بالغيبيات اللي عقولنا ما تدرك ما معنى الجنة تحت أمهات أنت الآن شوف سبحان الله، واحد يقول لي روايات عائشة فيها محكم ومتشابه، أنت الآن أخذتني إلى الغيبيات. ما معنى أن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ شيء لا يدركه العقل. طيب شنو معناها؟ معناها إن الرجل الذي نزل بعائشة وأصبح مجنبا شيء لا يدركه العقل. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. كيف انت لقلك تعرف شو مشكلتك؟ انت عندك مشكلة. انا رح اقولها، حط حلقة بضينتك. عندك مشكلة، انت طالع على الهوا لتبث برنامج لحتى ما تقبل حدا يناقشك فيه. هذا الآن نقاش، انت جاي تضيف لو سمحت، انت جاي تضيف. ايه لما يجي حدا. فانت الآن تقول ان رواية عائشة من الامور الغيبيات اللي ما يقبلها العقل، صح؟ الحديث انك ما تقاطع، اداب الحديث انك ما تقاطع. لا ما في مقاطعة. انت الآن خلينا ننهي النقاش لو سمحت، بديت تشتت. هل تقول أن رواية أن رجل نزل بعائشة فأصبح مجنبا
من الروايات التي لا يقبلها العقل رواية غيبية؟ لا لا. طيب ليش استدليت بالجنة تحت أقدام الأمهات؟ ليش؟ هاي رواية غيبية. أنا جلبت لك مثال. اي مثال غيبي على رواية واقعية، شلون تربط؟ شلون تربط؟ أقول لك أنت ما متصل على واحد غبي لو سمحت. الجنة تحت أقدام الأمهات رواية غيبية لا يقبلها العقل. إن قبلها العقل تفسر بالظاهر، وهو أن بمعنى رضا الأمهات، ولكن في الأصل هي رواية من الغيبيات. إن رجلا نزل بعائشة رواية واقعية لدرجة الزلمة كان يفرك ملابسه يا حاج. شلون تجمع ما بين غيبي وواقعي؟ شوف أنت عم تكذب الآن، أنت الآن عم تكذب يا بني آدم، عم تلعب معي يا بني آدم. بدك تسمع لنناظر، ما بدك. اي اسمعك اذا ما تلعب. انت الان عم تلعب ما بين الغيبي والواقعي. انا اعطيتك مثال غيبي غير صحيح، غلط. نعم غلط، مثالك غلط، مردود، غيبي. الله محمد رسول الله. انا عم بقول لك بالمختصر مفيد، كل حديث وله تفسير، ما فينا ناخذ لاحد. اي تفسير مو تضيف اشياء. بالواحد بدنا نفسر لحتى نوصل للمعنى. جيد، بس مو تضيف اشياء. تمام. ما يصير تضيف اشياء، افتهم. بس عمل، خلينا نوصل لبعض. انت معي بهذه النقطة؟ لا مو معك. مو معي، يعني انت بتقول انه الحديث لا يفسر ويقرأ ويفهم كما هو. إن كان من الغيبي له تفسير، إن كان من الواقعي لا يضاف عليه أكثر مما عليه. لا يضاف ولكنه يفسر، يشرح. جيد، أحسنت. جيد جدا. أحسنت. تمام. أنت أدخلت رجال في بيت عائشة وما كان أكو رجال بالرواية، وقلت أن عائشة سألته وبالرواية عائشة ما سألته. هاي شغلتين دخلتهم وهن ما موجودات. شلون؟ أنا عم بفسر لك، أنا عم بعطيك المعنى، عم بعطيك الخلاصة. شنو تعطيني أقول لك حاج، أنت تشوف شيء إحنا ما نشوفه ولا شنو؟ شو؟ تشوف شيء إحنا ما نشوفه؟ أكيد ما أشوف شيء، ما هو لأني أنا بشوف مثلك أكيد، بس البصيرة تختلف يعني. البصيرة، أنتم أصحاب البصيرة. وأنا لي رأي. أنتم أصحاب البصيرة، سبحان الله. إن شاء الله نكون أصحاب البصيرة. طيب محاولتك فشلت. هي فشلت محاولتك، فشل ذريع. تحاول تضيف أشياء بالرواية ما موجودة. إذا كنت أنا غلطان الله يهديني، وإذا كنت أنت غلطان الله يهديك. بس راح أقول لك كلمة ركز فيها. اعمل حساب توصل ليوم القيامة يكون رسول الله خط اسمك صلى الله عليه وآله وسلم. هي طليقة النبي وليست زوجته. خلاص الآن تغير الموضوع. طليقة النبي وليست زوجته. مثلها كالمثل الذي ضربه الله في كتابه الكريم وقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وهذا مثال الله ضربه على عائشة. خلاص شكرا لك.